تفاعل كبير من طرف الجزائريين بعد إطلاق أول منصة رقمية للأبوستيل في الجزائر، خبر أفرح الجزائريين وأثار جدلاً واسعاً بين المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي. شاهد تفاصيل الخبر. عزيزي المشاهد، إذا كنت مهتماً بالشأن الجزائري والترند العربي والعالمي، فاشترك في القناة ليصلك كل جديد. أشرفت الوزيرة المحافظة السامية للرقمنة على تأطير ورشة تكوينية لفائدة 200 مكون من مختلف الهيئات والقطاعات المعنية باستغلال منصة الأبوستيل الإلكترونية، وذلك تحضيراً لإطلاق أول منصة وطنية رقمية مخصصة لهذه الخدمة في الجزائر. ويأتي هذا المشروع في إطار تجسيد استراتيجية التحول الرقمي وعصرنة الإدارة العمومية، وستمكن المنصة الجديدة من رقمنة جميع مراحل طلب ومعالجة وإصدار شهادات الأبوستيل، بعد أن كانت تتم وفق إجراءات ورقية وتقليدية، بفضل الربط البيني لأنظمة المعلومات القطاعية عبر الشبكة السيادية. وتوفر المنصة آليات متقدمة للتحقق الفوري والآمن من هوية طالب الخدمة، بالتنسيق مع وزارة الشؤون الخارجية وبمشاركة عدة قطاعات حكومية، من بينها وزارات الداخلية والعدل والتعليم العالي والتربية الوطنية والتكوين والتعليم المهنيين. كما تعتمد شهادات الأبوستيل الإلكترونية على رقم تسلسلي فريد يسمح بالتحقق من صحة الوثائق ومصداقيتها وفق المعايير الدولية المعمول بها. ومن المقرر أن تدخل المنصة حيز الخدمة ابتداء من 9 من شهر يوليوز، حيث ستشمل المرحلة الأولى 5 قطاعات رئيسية، على أن يتم توسيع نطاقها تدريجياً خلال المرحلة الثانية لتشمل مؤسسات وهيئات إضافية، بما يعزز تكامل الرقم بين مختلف الإدارات العمومية. وستسمح شهادة الأبوستيل بالاعتراف بالوثائق العمومية بين الدول الأطراف في اتفاقية لاهاي دون الحاجة إلى إجراءات تصديق إضافية، كما ستساهم في تسهيل الإجراءات الإدارية والقنصلية وتقليص آجال معالجة الملفات، وتمكين المواطنين من الاستفادة من الخدمات عن بعد بشكل أكثر سرعة وفعالية. إذا أعجبك هذا الفيديو فشاركه مع أصدقائك، ولا تبخل علينا برأيك في التعليقات. دمتم سالمين.